شايف ال 100 جنيه دي في الوقت الحالي، ال 100 جنيه دي ما بقاش ليها اي لازمه خالص. يا دوبك لو كفت معاك فطار ومواصلات يبقى زي الفل قوي، وبقينا نصرف زيها كتير قوي على مدار اليوم. طب انت عارف شويه الرز اللي بيكونوا موجودين في الطبق بتاعك قبل ما تحطه في الحوض وبيتغسلوا مع الطبق، او لقم العيش اللي بتكون اتحرقت لما تيجي تأمر الرغيف زياده شويه بتتحرق، او شويه الفشار اللي بنعملهم بالليل ففي الاخر بيتحرق شويه فبنرميهم؟ كل الحاجات دي بالنسبه لي وبالنسبه لك ممكن ما تبقاش فارقه معانا وما بنقدرش ان احنا ناكلها. بالنسبه لناس تانية هي كل حاجه. بالنسبه لغزه هي حرفيا كل حاجه. شويه الفتافيت اللي بيقعوا منك بالنسبه لغيرك كنز كبير قوي وحاجه ممكن تخليه عايش. 100 جنيه دي مش تفرق معاك في حاجه، بس مع غيرك ممكن تفرق معاه انه ياكل عياله هو كمان شخصيا ياكل. فخلي بالك كويس قوي ان اللي انت فيه ده نعمه كبيره قوي قوي قوي. فمهما تضيق بيك الدنيا افتكر انك معاك في جيبك 100 جنيه لسه، وانك بتروح بيتك ما بين 4 حيطان تلبس حاجه تستر جسمك وبتنام على سرير. غيرك بنشوفه نايم في الشارع وغيرك مش لاقي ياكل. فشير للفيديو ده واحمد ربنا على كل حاجه.